يبدع التلاميذ ابتدائية العقيد لطفي بأضرار في إنجاز مشاريع فنية متنوعة من مجسمات ونافورات بالاعتماد على البقايا البلاستيكية. قمنا أنا وزملائي بتدوير بعض النفايات وتزيين الأقسام والساحة، وأعطينا نظرة للمؤسسة والحفاظ على البيئة. وألصقنا القرص بالغراء نضع فيه الأزهار. نستخدم هذه الأشياء لكي لا نرميها ونعيد تدويرها. غرس ثقافة رسكلة النفايات والاهتمام بالبيئة من خلال التشجير هو ما اعتمدته بعض الهيئات داخل المؤسسات التربوية لغرس ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة في النشأ. نظمت الأكاديمية مسابقة رسم بين المدارس الابتدائية بثلاث ورشات. الورشة الأولى أحسن رسم حول البيئة، أحسن رسم وأحسن رسم حول تاريخ الثورة الجزائرية، وأجمل مدرسة نظيفة. هذه المبادرة وهو غرس ثقافة الحفاظ على البيئة وغرس ثقافة المواطنة لدى الناشئة التلاميذ. نحن نزرع في هذه الأجيال القادمة إن شاء الله حب المحافظة على المحيط المدرسي ونظافة المحيط المدرسي. مبادرة إعادة تدوير النفايات ورسكلتها بهذه الابتدائية ساهمت في تحويل مخلفات إلى منتجات عديدة لها فوائد، صغيرة في حجمها كبيرة في طموحها وأهدافها، خاصة إذا ما تم تعميمها.